السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بونيغ سون غلوتين. ان شاء الله راكم الكل بخير بصحة جيدة يا رب العالمين. اليوم حبيت لكم وصفة صباع العروسة ولا زلابية البنان، كل منطقة كيفاش يقولوها. نبداو على بركة الله. خديت النواشف. شوفوا هذاك الكاس، خذوا عبر واحد كيلو واحد كاس، لانكم راح تكيلوا به كلش في الوصفه، ونحاول نعطيكم كذلك بالميزانه. انا كما شفتوا نبداو نخلطوا النواشف كامل. درت 2 كيلات بالكي اللي اخترته فرينه، ونصف كيلة سميد. درت الملح حسب الذوق. درت هذه اضافه من عندي انا، زدت القرفة على راس المغرف. هي الوصفة الحقيقية الأصلية ما فيهاش القرفة، لكن يعطيها نكهة رائعة. خلط كل النواشف مليح وخليتهم بجيه. رحت جبت الكسرونة تاعي ولا أي إناء تستعمليه، درت فيه 2 كيلات ونصف تاع الماء، ودرت فيه 4 كيلة تاع الزيت كما شفتوا، وملعقة عسل ومغرف عسل، وحطيته على النار يسخن مليح، يغلي حتى الغليان. تنحيه من النار ولا تطفي عليه الغاز، وتحطي في النواشف وتخلطي مليح، ما تخلي والو. لازم هذيك الشوائب كل تاع الفرينه ما تقعدش، لي غريمو هذوك والكعابر كل لازم يروحوا. بعد ما خلطتها وشتها كيما شفتوها وتنحات من المقله، من المهم الاناء اللي درته من الكسرونه هذيك ولا الجميله تماما نحت، حطيتها سور لو بلان دو طرافاي ولا طابل اللي تخدموا بها، وزدت عجنتها حتى دفات. ومن بعد خديت بوشادوي. انا عندي بوشادوي قماش، هي حبذا لو كان بوشادوي قماش من برا وبلاستيك من الداخل، لانه كي تكون قماش وحده تشرب الزيت. اما انا استعملت لا بوشادوي اون بلاستيك ونحطها داخلها. واستعملت قمع، القمع يكون خشين ولا كيما تحبيه. انا عندي هذا، استعملت هذا اليوم، ودخلت فيها لابوشادوي تاعي اون بلاستيك، وبديت نشكل فيهم كيما تشوفوا بالطريقه هذه، باليد ولا قطعوا بالمقص برك ديروه في الزيت وقطعوا به، ولا بالسكين. قطعتهم كامل وخليتهم ارتاحوا ربع ساعه، مده 1/4 اونتر طون. بين الوقت والوقت كنت حطيت الزيت تاعي على نار موين يسخن. بعد ما نشفت كامل زلابيه البنان ولا صباع العروسه تاعي، انا نقول صباع العروسه، حطيت كيما راكم تشوفوا، ونقصت شويه في النار باش ما تتحلش صباع العروسه وتطيب على راحتها. وبين الوقت والوقت كي تبدا من تحت تحمر بداو قلبوها، ما تخليوهاش تحمر ياسر، خلوها طيب براحتها باش يدخلها مليح طياب. وهذا السر تجي مقرمشه، وقلبوا حتى تحمر، ما تخلوهاش تحمر ياسر، لانك تزيدي تحطيها في العسل راح تزيد تحمر اكثر. ومن الزيت مباشره يسخن العسل كما شفتوا. وهذا السر الثاني في القرمشه اللي تطول اكثر، انك ديري عسل. انا ما نديرش شربات، ما نديرش قطر في صباع العروسه ولا زلابيه البنان، انا ندير العسل اللي يخليها مده اطول مقرمشه. بعد ما شربت كامل كيما شفتوني، حطيتها في كسكاس، نحيتها حطيتها في كسكاس قطره ملح. وكما راكم تشوفوا الوصفه تاعنا والله جات رائعه. هنا كنت راح ندير لكم تسمعوا الصوت، من بعد لاحظت باللي ما خلا، نحيت الصوت كامل. شوفوا هاكي قسمتها شاربه حتى لداخل ومقرمشه، الله تقعد حتى 3 ايام مقرمشه، تجي روعه ما شاء الله. رمضان كريم، رمضان مبارك علينا وعليكم. انتظروني في وصفات اخرى، واذا عجبتكم الوصفه جيم ولايك وشهيه طيبه.